الراجل بيعرف يعمل حاجة واحدة بس في نفس الوقت. أنا دلوقتي بشتغل وبس، بلعب بلاي ستيشن وشكرا. أما الست مالتي تاسكر، يا حبيبتي تبقى واقفة في المطبخ بتعمل طبخة وبتتكلم في التليفون وبتأكل ابنها وبتذاكر لبنتها، كل ده في نفس اللحظة. ده الاختلاف التاني بين الراجل والست اللي قاله جون جراي في كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهر. التركيز بيخلي الراجل انه عايز لو عنده مشكلة يقعد في الكهف بتاعه ومحدش يكلمه ولا كلمة لانه مركز. اما الست بقى لو عندها مشكلة يا اختي، العيلة وعيلة العيلة واللي رايح واللي جاي وتفضفض وتتكلم وحمامات الشغل تشهد. عشان كده الست لما يكون الراجل عنده مشكلة ما بتفهمش، انت ليه ساكت؟ ما تحكيلي، شاركني يا اخي، قول لي ايه المشكلة، نجيب تامر وشيرين جيراننا ونضرب 98 سندوتش كبدة ونحلها مع بعض. قاعد ليه في الكهف بتاعك لوحدك؟ الحقيقة انه لا عايز كبدة ولا عايز تامر وشيرين ولا عايز حاجة، هو عايزك تسيبيه في حاله، يوم يومين شهر هيحلها ويجي، ما تقلقيش. اما الاختلاف الثالث هو طريقة التحفيز. الرجالة بتتحفز وبتتشجع لما بيحس ان الست محتاجاه، مش قادرة تعمل حاجة من غيره، هو السوبر هيرو. اما الست بتتحفز لما تحس انها متقدرة، الراجل مهتم بيها، حاسس بيها، مش كنبة هي في البيت. والله لسه في اختلافات كتير هقولها لكم الجزء الجاي. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.